I'm somewhere that's not what I would call Earth. I'm seeing freaking dragons, and oh yeah, I'm talking to a cop! هنتكلم النهارده عن لعبه فورسبوكن، احدث العاب سكوير انكس، تعتبر اول لعبه تريبل اف في السنه. اللعبه دي لقت الصراحه اراء متعدده ومتضاربه جدا. الناس بتقول انها حلوه قوي، وناس بتقول انها وحشه قوي، ناس بتقول انها ممله جدا في البدايه، بعد كده تبقى حلوه جدا قدام الجيم بلاي. فترى ايه الحقيقه؟ ده اللي هنعرفه النهارده في مراجعتنا دي. بس قبل ما نتفرج على المراجعه، يا ريت نعمل شير ولايك وسبسكرايب، ولو اول مره تعمل فعل على زر الجرس عشان فيديوهاتنا الجايه اول باول. القصه بتبدا بفري وهي خارجه من المحكمه بعد ما عرفنا ان عليها شويه قواضي منهم سرقه. بعد كده بيخرج عليها عصابه بنفهم منها ان فري مديونه ليهم بفلوس. بعد كده فري بتنجح انها تهرب منه وتروح البيت بتاعها، ونكتشف هناك ان فري معاها الفلوس فعلا وتقرر انها تهرب بره البلد. للاسف بيحصل عكس المتوقع ليها، والعصابه بتحرق البيت بتاعها وبتهرب هي والقط بتاعها. بس تروح عند المكان اللي لقوها مولوده فيه، وهي تحت كوبري ما في نيويورك، وهناك بتلاقي صور. الصور ده اول ما بتلمسه بينقلها لعالم تاني مليان شياطين ووحوش وتنانين، والصور ده بيتكلم ويبدا يشرح لها العالم ده عامل ازاي. من هنا بتبدا القصه بتاعتنا، فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ Okay, so let me get this straight. I'm somewhere that's not what I would call Earth. I'm seeing freaking dragons, and oh yeah, I'm talking to a cop! Did I just do that? We did. I just moved it with my freaking mind! Yeah, okay, that is something I do now. I do magic, kill jacked up beasts, I'll probably fly next. No, you just being. رايي الشخصي ان القصه في اللعبه دي كانت فرصه كويسه انها تكون قصه حلوه قوي، رغم انها بسيطه جدا. يعني تقريبا معظم انميات الساكاي بتتكلم عن نفس الفكره، حتى الافلام بتتكلم نفس الطريقه. بطل جاي من عالم تاني بقوه خارقه، بيروح لعالم فانتازيا شويه وفي حاجات غريبه كده والتنانين ووحوش، هو البطل اللي بينقذهم. ان توتال القصه ما كانش فيها مشكله غير البدايه الممله بس. يا جماعه، بدايه القصه في اللعبه دي يمكن اكتر بدايه ممله شفتها في حياتي في قصه. تقريبا فضلت اول تلت ساعه او تلت ارباع ساعه مفيش حاجه في القصه خالص. انت قاعد كده يا دوبك بتمشي تشوف حاجات، بتروح من هنا تخرج من المحكمه تتكلم تدور على القطه بتاع ايه ده يا جماعه؟ في ايه القرارات اللي اختارها الاستوديو في انه يحكي القصه بالطريقه دي؟ مش مفهومه. انا فعلا كنت بتفرج على فيلم ممل جدا. اول 40 دقيقه مش بعمل اي حاجه خالص، يا دوبك بمشي والاحداث ممله. يعني انا ما اتلاقيش العالم الدنيا اللي بعد ساعه تقريبا من اللعب. رايي الشخصي ليه ما كنتش ادخل اول حاجه في القصه نمسك الصور وادخل العالم التاني، وعن طريق الاحداث او الحوارات او حتى فلاش باك يعرفني اللي حصل قبل كده في العالم التاني واتنقلت للعالم ده ازاي. ليه ما حصلش اي حاجه تختصر كل الوقت اللي ملوش اي لازمه ده؟ ليه ما حصلش اي حاجه تخليني العب حتى في العالم الحقيقي، ان انا اقفايت الناس دي، اجري منهم العصابات، اضرب اي حاجه كده؟ لو انا مش هراجع اللعبه دي فعلا ما كنتش كملتها. بصراحه القصه تحتها خطوط حمراء كتير. ليه اسلوب السرد ده؟ حتى لو اخترت اسلوب السرد ده ما اخترتوش بطريقه احسن ليه؟ ما حاولتش تخليه يجذبني اكتر ليه؟ ليه ما دمجتوش مع الجيم ليه؟ وعلى بس تفهم كتير على القصه دي. نيجي بقى لتاني حاجه في اللعبه وتعتبر احلى حاجه في اللعبه، وهي الجيم بلاي. الجيم بلاي برضه اتاثر من القصه في البدايه. انت قعدت مده طويله ما تلعبش، انت حرفيا بتحرك الشخصيه، وكان في مشكله في الكنترولر، يعني حاجه فظيعه. انت لو بتلعب بكنترولر او جويستيك انت هتتعذب. انا بدات الاول باللعبه بالكنترولر، بس عشان انا بلعب على بي سي لما لقيت الموضوع رخم قوي دخلت العب بالماوس والكيبورد، والموضوع كان حلو قوي في الماوس والكيبورد الحقيقه. خلينا نقسم الجيم بلاي نقطتين. رقم واحد وهو الكومبات، تاني حاجه وهو البلاتفورمينج او التنقل في العالم. ابدا الكومبات في البدايه مع اول وحشين بيظهروا لك ملل. انا فعلا اول ما لعبتهم اتصدمت، كنت هسحب على اللعبه مش هكملها. اللعبه اول ما بدات العب طلع لي كده زي كلبين قعدت اضربهم تيك تيك تيك، قوه سحريه زي مسدس كده، طلقات. بس عشان انا كنت شفت فيديوهات جيم بلاي للعبه قبل كده، كنت متوقع ان في جيم بلاي احسن من ده. لما بقى تصبر كده ويعني تستحمل وتيجي على نفسك شويه حلوين، هيبدا يظهر المعدن الحقيقي للكومبات والجيم بلاي بتاع اللعبه. كومبات يعتبر من احسن الكومبات لعبتهم مثلا في اخر 5 سنين. كومبات حلو جدا جدا جدا، في كميه تفاصيل وكميه اسلحه وكميه حاجات ممكن تعملها رهيبه. عندك التعويذ دي بتعملها كل شويه، في تعويذ نار وجليد وبرد، وبتعمل حاجات كتير قوي 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 في نفس الوقت. ولو بتلعب بالكيبورد بالاخص هتعمل كميه حاجات هتنوع في الجيم بلاي بتاعك. حاجه كده شبه اللي كنا بنعملها لما في الميك راي لما كنت بتغير اسلحه كل شويه، بتعمل حاجه شبهها كده، مع الفرق هنا في تعويذ. زي ان في مرحله من مراحل اوقات من الاوقات انت كل وحش بيموت بسلاح او بطريقه معينه او تعويذه معينه، وانت تقعد تغير منهم عشان تموت ده، وتغير هنا عشان تموت ده بالطريقه الثانيه. الموضوع بيبقى حلو قوي قوي بس لما تطلع قدام في اللعب. يبقى البلاتفورمينج حاجه كده فكرت زي ايام ما كنا بنلعب سبايدر مان، كنت بتسيب اللعبه كده طول الوقت تروح تجري وتنطط في العالم وتطير وتعمل الكلام ده. نفس الموضوع ده هنا.
انت بس بتعمل ايه؟ بتنطط دبل جامب عندك وتجري بسرعه جدا، ومن هنا لهنا تنط على شويه صخور طايره وعايمه في الهواء. موضوع لطيف جدا. الخلاصه في الجيم بلاي هنا، الجيم بلاي حلو جدا الصراحه يا جماعه، بس محتاج تصبر شويه، اتقل تاخد حاجه نضيفه. نيجي بقى نقطه الجرافيك اللي انا الصراحه اتصدمت منها قوي قوي قوي. المفروض ان اللعبه دي حصريه للجيل الجديد، بس فكر اللعبه مش وحش، بس هو اوتديتد قوي، مش جيل جديد خالص. يعني مثلا لعبه زي اساسن كريد يونيتي احسن منها بكتير قوي في الجرافيك، وكان 2016. الاسلوب الفني هو حلو جدا الحقيقه، مش هنكر، هو حسيتك كده بعالم تاني بالتنانين بكل حاجه، بيفكرك كده بحاجه زي الرينج برضه، يعني نفس الجو او السيم العام، لكن تقنيا فاللعبه فيها مشكله، فيها مشكله كبيره كمان. نيجي للصوتيات. الصوتيات يا جماعه عادي، ما اقدرش اقول انها حاجه حلوه قوي ولا اقدر اقول حاجه وحشه قوي، مفيش حاجه لفتت نظري عموما. نبدا بالمميزات. المميزات الجيم بلاي كان سموث جدا، وكان ممتع جدا وادماني البحت. انت ممكن تلعب كتير قوي بنفس الحاجه عشان بس تجرب كل حاجه موجوده معاك. الاسلوب الفني وتصميم الوحوش والبوس فايت حلو قوي الحقيقه. نيجي بقى للعيوب عشان نفصص عيوب كتير قوي. اسلوب سرد القصه مش مناسب خالص للقصه، ولا مناسب خالص للعبه اساسا. بدايه اللعبه بطيئه جدا جدا، تكاد تكون اكتر بدايه لعبه بطيئه وممله شفتها في حياتي. لو لعبت اللعبه دي من غير ما تكون عارف تصنيفها، افتكر لعبه قصصيه زي ديترويت والعاب زي دي. روب فريم كتيره جدا جدا في العالم الجديد ده على البي سي وعلى جهاز كويس، يعني ما بالك بقى على الكونسول. مشكله لبعض الناس، بس المشكله لي انا شخصيا، اللعبه حجمها 122 جيجا، والكلام ده مش باين في اللعبه مش طويله خالص ولا حاجه، يعني عالمها كبير بس القصه نفسها مش طويله. الجرافيك مش واو قوي عشان يوصل للحجم ده. حاجه كمان، سعر اللعبه $71. ليه؟ اللعبه حلوه، مش بدنيش، لعبه حلوه من جانب معين في الجيم بلاي لو استحملت على نفسك، لكن هي ما تستحقش كل ده، ما تدفعش $71 خالص. انت اساسا عامل انها حصريه بلاي ستيشن 5 او حصريه جيل جديد بس عشان النقطه دي، عشان تبيع $70 بس كده يا جماعه. دي كل اللي عندي بخصوص لعبه فورست بوكن. تقييمي ليها هو 7/10. نصيحه ليا، محدش يشتريها دلوقتي، يشتروها عشان لما تتصلح الاول وفي على تخفيض كويس. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، تنزل بص على الفيديوهات القديمه وتفعل زر الجرس عشان تشوف الفيديوهات الجايه اول باول.